أهلا بيكم مع روني. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه بطريقة سهلة وبسيطة. طعمه حلو جدا والكفر عليه ما بيقعش خالص وثابت ومتماسك زي ما انتوا شايفينه كده. تعالوا نشوف طريقته مع بعض. هبتدي أجيب فراخ، هقول للراجل بتاع الفراخ ما تقطعهاش، هجيبها بحالها وابتدي أنا أقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعة الفيليه اللي في ظهر الفراخ كده هبتدي أقطعها أنا قطعتين بالشكل ده، وبعد كده هبتدي أقطع الفراخ الباقية لشرايح، مش تخينة قوي أو رفيعة أوي، تبقى حجمها السمك بتاعها يبقى وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين السمك بيبقى قد ايه؟ وسط. هبتدي أقطع كل الكمية، ولو عندك قطعة سميكة شوية بتقطعيها بالشكل ده وبعد كده بتقسميها على اتنين، بيبقى كل القطع بيبقى نفس السمك. بعد كده حضر التتبيلة اللي هي بصلاية متوسطة مبشورة، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والحبهان وبهارات اللحمة، هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده احط قطع الفراخ اقلبهم مع البصل المبشور بالشكل ده، وبعد كده احطه في التلاجة لمدة ليلة الأحسن، ولو مستعجلة شوية ممكن تحطيه قبلها ب3 أو 4 ساعات. بعد كده بطلعه وابتدي احط بيضتين في طبق، واحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وطبق تاني احط فيه بقسماط مطحون، مش هضيف له أي حاجة لا ملح ولا توابل، وطبق فاضي عشان هطلع فيه الفراخ. هبتدي انزل من البصل المبشور على الفراخ بالشكل ده، مش هطلعه معاه يبقى ما يبقاش يعني لازق على الفراخ. هبتدي احطه في البيض الاول، بعد كده احطه في البقسماط، ابتدي اضغط عليه كويس جدا بالبقسماط عشان البقسماط يثبت على الفراخ. ده بقى اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو ايه؟ البصل المبشور الباقي مني او مثلا من الوصفه، البيض او بقسماط اتبقى منك، حطيهم على بعض واعملي القرص الخطيره دي. ولو كمان قطع فراخ صغيره مثلا متقطعه مش هينفع تعمليها بانيه، حطيهم معاهم، قلبيهم مع بعض واعملي منها قرص صغيره، بيبقى طعمها جميل جدا. هبتدي اجيب طاسه احط فيها سمنه مع زيت، وابتدي احمر البانيه بالشكل ده. طلعي لونه فاتح يبقى طعمه اجمل، ومستوي برضه هيكون مستوي حلو قوي. شايفين اللون وشكله، والكفر ثابت عليه ما بيقعش خالص، وحلو قوي قوي قوي. قطع البانيه هشه قوي وطعمها جميل وجوسي قوي كده، بصي شايفين؟ والكفر بتاعها حلو قوي. ودي بقى القرص اللي قلت لكم عليها، شايفينها؟ جميله، ومش قادره اقول لكم طعمها وريحتها بتبقى عامله ازاي. لازم تجربوها عشان تعرفوا طعمها قد ايه جميل. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعه.